لو لسه مش مستفيد من الاي اي في شغلك يبقى لازم تشوف سلسلة الحلقات دي. ما هو بجد انا مش فاهمه انت ازاي لحد دلوقتي مش تستفيد من كل تطورات الاي اي في العموم وفي مجال الماركتنج تحديدا. فاكر زمان لما كانوا بيقولوا ان اللي بيستخدم الاله الحاسبه بيلغي دماغه، وانه النت هيخلينا نفقد مهاراتنا، وانه السوشيال ميديا هتضيع وقتنا؟ كل الناس اللي قالوا الكلام ده زمان دلوقتي ما يقدروش يستغنوا عن الكهرباء ولا الاله الحاسبه ولا حتى السوشيال ميديا، وللاسف هم اللي وقفت دماغهم وبقوا يستخدموه كيوزر عادي في الوقت اللي احنا فيه استخدمناه صح جدا وطلعنا منه احلى مصالح سواء فلوس او علاقات. النهارده برضو بيقولوا ان الاي اي هيوقف دماغنا وهيخلينا نبطل نفكر، بس هم مش عارفين انه العكس تماما. الاي اي بيساعدنا نفكر اكتر، ننتج اكتر، ونستخدم دماغنا اكتر من عضلاتنا. تخيل كده ان الاي اي هو العضلات اللي دماغك بتحركها، عضلات قويه سريعه محدش بيعرف يستفيد منها غير اتنين، واحد دماغه شغاله ما بتنامش، والتاني عنده منتاليتي قادره تطور نفسها اول باول وتطلع احسن ما في كل حاجه. وهو ده هدفي النهارده. لو كنت من الناس الشغوفه بالتسويق وبتحب تتابع احدث التطورات في عالم الاي اي واستخداماته، فالسلسله دي معموله ليك مخصوص. النهارده هنبدا كورس كامل هيخليك تدخل في عالم الذكاء الاصطناعي بشكل علمي وعملي، تقدر تستخدم تطبيقاته في التسويق بشكل مفصل وعميق، مش بالشكل السطحي اللي بيقولك يلا خلص التاسك في دقيقه واكسب $1,000,000 في الساعه. الكورس ده مش بس عن الادوات لكنه اكتر عن المنتاليتي اللي بتحرك الاي اي. عشان كده هنبدا بالاساسيات اللي لازم تكون عارفها عشان تعرف تفكر ازاي وتستفيد ازاي بجد عشان تطلع احسن ما في التكنولوجيا. مش هخبي عليكم، السلسله دي الملهم فيها رساله الدكتوراه بتاعتي اللي موضوعها استخدامات الاي اي تولز في الماركتنج ايجنسيز، وازاي ممكن تساعدنا في مصر عشان نصدر خدمات التسويق لدول تانية واحنا في مكاننا. زي ما انا دلوقتي بالظبط بقدم شغلي لعملاء في الامارات والسعوديه وانا في مكاني مع تيم صغير جدا. وانا ببدا رسالتي بشكل اكاديمي قررت اعمل سلسله فيديوهات بشكل علمي بسيط وعملي جدا كاهداء خاص لكل حد مش مستوعب التطور السريع اللي احنا عايشين فيه وازاي بجد ممكن يغير حياتنا لو لحقناه من الاول. لو شايف ان المحتوى ده مهم ليك ادعمني بلايك او سيب لي كومنت بسؤالك، بجد بجد هيفرق معايا. يلا بينا.